وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك، فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا، واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك. وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون. أول طلب في القرآن كان إياك نعبد. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه خليله مصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا إنها ربع القرآن. ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا يأمرنا إن احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى. يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إزاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا؟ إزاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة؟ إيه خطتنا في البرنامج ده؟ ليه سميناه كده؟ ويا ترى ايه هي فضل العبادة؟ هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا. جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك، فارحم إلهي. نفسك في ايه؟ ده المعنى اللي هنعيشه من خلال شخصية محببة إلينا كلنا. شخصية السيدة عائشة كانت تقول زينوا مجالسكم بذكرها. كان سيدنا ابن مسعود يقول إذا ذكر فلان فحيهل به. شخصية كتير مننا بيتوقف معاها شخصية الفاروق عمر رضي الله عنه. وانا اخترت سيدنا عمر علشان يقدم لنا موضوع حلقتنا النهاردة، لأنه قد روي في كثير من الأخبار أن سيدنا عمر كانت له أماني وكانت له معاني محتاجين ناخد بالنا قوي. هو كان بيفكر في ايه؟ هو كان بيتمنى ايه؟ هي ايه كانت رسالته؟ هو ايه كان هدفه؟ سيدنا عمر كان يقول وددت أني في الجنة. مش هدفه الجنة بس، حيث أرى أبا بكر وأنا في صحبة وفي رفقة أبي بكر. سيدنا عمر الحديث في البخاري أنه كان يدعو الله عز وجل فيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان يقول لوددت أن أضع المال في أيدي أرامل العراق حتى لا يحتجن إلى رجل بعدي. أمنيته الناس كلها تعيش وتلاقي الرزق، مفيش حد يبقى في حاجة. أمنيته كانت إنه يلقى الله عز وجل كفافة لا لي ولا علي. سيدنا عمر كان عنده رسالة، سيدنا عمر كان عنده هدف، سيدنا عمر كان عنده أمنية. لا سيدنا عمر كان عنده نية، وهي دي الوصية الذهبية. كن عاملا لله بنية. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ما تشتغلش ببلاش، ما تشتغلش مع ربنا وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى ببلاش. ما انت يوم ما تكونش في نيتك الجنة ورضا ربنا تبقى شغال ببلاش.
ما انت يوم ما تعمل كده وخلاص، نصلي، نتصدق، نشتغل، نعمل اللي اليوم كله بيمشي زي بعضه، النهاردة زي امبارح وبكرة زي النهاردة، والمسألة ماشية وخلاص، وملكش هدف عايش له، وملكش نية في عملك، انت يبقى شغال ببلاش. ذكر الحميدي في كتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس عن رجل يدعى محمد بن إسحاق. هذا الرجل كان رجلا صالحا مذكورا بحسن عمله وطاعته وزهده. فذات مرة نصح الوزير فقال: احرص على ألا تعمل شيئا إلا بنية، فإنك تؤجر في جميع أعمالك. إذا أكلت فانوي، وانت بتاكل انوي ان الطعام ده بتتقوى بيه على طاعة الرحمن، وانت داخل تنام بتاخد قسط من الراحة عشان تكمل المشوار. مشوار الآخرة مش مشوار الدنيا، سفر الآخرة مش سفر الدنيا. وانت بتعمل شيء من اللهو انوي فيه نية، انوي انك تدخل سرور على قلب مسلم او مسلمة، زوجتك او اولادك، انوي فيه نية، يتحول اللهو ده لعبادة لله تبارك وتعالى. اذا اكلت فانوي بذلك التقوي لطاعة الله، وكذلك في نومك، وكذلك في تفرجك، وكذلك في سائر اعمالك، فانك ترى ذلك في ميزانك، ميزان حسناتك إن شاء الله. فقال الوزير: فما زلت منذ ذلك منتفعا به. الوصية دي كانت وصية ذهبية، إن أنا أبقى في كل عمل لي نية. حد من طلبة العلم أخذ يطوف على العلماء والدعاء ويقول لهم، بيسألهم سؤال مهم جدا وخطير جدا: من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله، فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله. أنا عايز أعمل عمل يشتغل معايا 24 ساعة. الصيام 16 ساعة. لو أنا من الفجر لغاية المغرب صايم، أيوة في طاعة، بس هيقعد 16 ساعة، وقت الفطار مفهوش صيام. يبقى ال8 ساعات دول فين؟ ايه العمل اللي يستمر 24 ساعة معايا؟ قيام هشتغل يعني من العشاء للفجر، ده انا لو كنت هكسر الدنيا يعني من العشاء للفجر واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، هيطلعوا كام يعني؟ 7 ساعات 8 ساعات، برضو ما كملتش ال 24 ساعة. اتصدق، هتصدق في وقت، وفي وقت تاني مش هقدر. اعمل ايه؟ ايه العمل اللي يستمر معايا 24 ساعة؟ فقيل له: قد وجدت حاجتك، عندنا جواب سؤالك، اعمل الخير ما استطعت. انا دلوقتي اقدر اعمل ايه؟ انا دلوقتي اقدر اصل رحمي، وانت تقدر دلوقتي تروح الشغل واليد العليا خير من اليد السفلى. وانت تقدر تعمل ايه دلوقتي؟ انا ممكن احسن معاشرة اهلي، وانت بر، وانت اعمل الخير ما استطعت. فما تركته او فطرت عنه فقم به. يعني ايه؟ انوي انك تعمل ده، انوي قبل ما تنام، عشان النوم يبقى ال8 ساعات دول في طاعة الله. انوي نية حسنة، انا يا رب بس هاخد قسط من الراحة علشان الحق اقوم قبل الفجر اصلي بين ايديك في وقت السحر. انا يا رب هاخد قسط من النوم علشان اعرف اصلي الفجر في وقته. انا يا رب هحاول ان انا لساني لا يفتر ابدا عن الذكر، بس في وقت من الاوقات انا محتاج اتكلم في كذا او اعمل كذا، فانا اللي مش قادر اعمله انا نويت انه بنيتي ابلغه. كان عندنا حد من المشايخ، احكي لكم قصته. الراجل ده في وقت من الاوقات قال: انا لو ربنا رزقني ب1,000,000 جنيه هخليها سداد لديون الصالحين. الناس غلابة، والنهاردة الناس بقت تستقرض وبقى عليها ديون من كتر التكاليف اللي عليهم. فيا رب لو رزقتني
ب1,000,000 جنيه هحطهم في هذا العمل الصالح. شوفوا النية قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا على اللي في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. بالفعل الراجل ده يسافر سفرية معينة سبحان الله يديله جايزة، والجايزة 1,000,000 جنيه. زي ما نوى خد. كتير كنت تسمع عن صالحين يقول يا رب أموت ميتة الملوك. أعرف واحد من الصالحين مات كده، مات وهو ساجد إمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء ليلة الجمعة. كان دايما يقول يا رب نولني دي، أموت ميتة الملوك، ميت الملوك إن أنا أموت وأنا ساجد. فربنا سبحانه وتعالى بحسن نيته يعطيه اللي كان بيتمناه، اللي كان بينويه، ويموت الحاج مصطفى وهو ساجد زي ما كان بيتمنى. المسألة مسألة نية. الجماعة بتوع التنمية البشرية بيقولوا معادلة النجاح 3 حاجات: المعرفة والمهارة والدافعية. ايه الكلام ده؟ يقول لك عايز تنجح لازم تعرف انت رايح فين كويس، ويبقى ليك هدف محدد وهدف تركز عليه. عايز تنجح في اي حاجة لازم يكون عندك مهارة، لانه مش هينفع تنجح وانت ما بقتش عندك المهارة الكافية. عايز تنجح هتمشي حبتين لكن هتلاقي نفسك في وسط الطريق مش قادر تكمل، فلازم يبقى جواك دافعية. فعشان كده الدافعية دي هستجيبها منين؟ هستجلبها منين؟ هستجلبها من نية، هدف حقيقي أنا عايش من أجله، أنا عايش عشان أحققه. هو ده الفرق ما بين العالم وبين العابد. العالم واحد عنده نوايا فبيعرف يتاجر مع ربنا. العابد بالمفهوم اللي احنا ما قلناش عليه، اللي هو مفهوم الواحد اللي بيكثر صيامه ولا صدقة ولا صلاة أي مكان. الفرق ما بين الاتنين، العالم بيعرف يتاجر مع ربنا بنيته ازاي. هو ده اللي تقدر تلخصه لو حبيت تبقى صحابي، لو حبيت تبقى واحد من السلف. الفرق ما بيننا وبينهم ايه؟ مش بس كثرة أعمال ولا كثرة علم، ده احنا النهاردة عندنا أشياء بنخزن بيها العلم يمكن ما كانش يحلم بيها حد. احنا النهاردة بزر بتخبط عليه بيجي لك الحديث اللي انت بتبحث عنه، اللي كانوا يدوروا عليه في دواوين الكتب. الفرق ما بيننا وبينهم ايه؟ الفرق بيننا وبينهم نية. النية دي هي المفتاح الذهبي، هي اللي تحول عاداتنا إلى عبادات، هي اللي تخلي عباداتنا أعلى وأعظم أجر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أنا مؤمن بأني لازم أصوم ومحتسب عند ربنا الأجر، إن أنا لو صمت صح ربنا هيغفر لي ما تقدم من ذنبي. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم تلاقوه في الأعمال الكبيرة قوي يقول إيمانا واحتسابا. يقول صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، لو حصل كده تكفر عنك خطاياك وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. أهم حاجة الاحتساب. لما يصيب الإنسان بلاء شديد، سألت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، فقالت له عن الطاعون أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله جعله رحمة للمؤمنين
ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. عشان كده قال المطعون، يعني اللي بيصاب بالطاعون، اللي بيصاب بالابتلاءات الشديدة دي ويحتسب عنده نية في الصبر، يموت شهيد. اتباع الجنائز، اللي يروح يصلي خلف جنازة يكتب له قيراط من الأجر، اللي يصلي على جنازة ويروح لغاية ما يدفنها يكتب له قيراطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا هو ده اللي هيحصل هذا الأجر. القصة قصة احتساب، القصة قصة نية. عشان كده لو شفتوا عبادات السلف وعبادات الصحابة هتلاقيهم ما كانوش عباداتهم عالية قوي كبيرة قوي. طبعا مروي حاجات كبير، لكن لما تقعد تدقق تلاقي الفكرة ان هم كانوا محتسبين بالفطرة. شوفوا الحديث ده الذي رواه مسلم وابن ماجه بنحوه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، من حديث أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه الصلاة، راجل محافظ على صلاة الجماعة عمره ما يفوت صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، لما تبقى جاي والدنيا عتمة برضو يساعدك، أو لما يبقى الوقت شديد حر فتمشي المشي ده كله والدنيا حر قوي كده، يعني على الأقل تتخذ دابة. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، كل خطوة تبلغني درجة عند ربنا، تمحو عني خطيئة وتضاعف من رصيد الحسنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي لفظ قال: لك ما احتسبت. ايوه، انت راجل محتسب، انت راجل عندك نية، انت راجل عندك هدف عايش له، انت بتفكر في الاخرة، انت عايز تزود رصيد الحسنات عندك، ولك ما احتسبت. يا جماعة القصة قصة نية، لانه اللي بيعيش لهدف عادة بيموت عليه وبيبعث عليه. خدوا القانون ده عمركم ما تنسوه: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. النية دي خطيرة قوي. ده الواحد ممكن يبقى مش قادر يعمل عمل بنيته يبلغه لو كان صادق. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة في غزو، قال: إن أناسا بالمدينة، ناس قاعدة على أسرتها في المدينة، معذورين، مرضى، غلابة، مش قادرين يجوا معنا في الغزو، ما سلكنا واديا ولا فجا إلا وهم معنا، حبسهم العذر، فبلغوا الأجر بنيتهم. شفتوا النية تعمل قد ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي وصححه الألباني: الله عز وجل إذا أنزل سطواته على أهل نقمته فوافت آجال قوم صالحين فأهلكوا بهلاكهم، لما الدنيا تبقى شر وفساد ويبقى الناس كلها غفلة وشردة ومش مركزة وبيعملوا مخالفات تستوجب نزول العذاب عليهم، ثم ينزل العذاب من قبل الله فيأخذ الصالح مع الفاسد. قال: ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. نيته هي اللي هتبقى سبب نجاته. الواحد مننا لو احتسب الأجر عند رب الأرض والسماء، لو احتسب وكان بجد صاحب نية صاحب هدف، يرفعه هذا الأمر عند ربه الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة. الاحتساب يا جماعة يرفع العبد عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تخلف عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. الاحتساب لو احتسبت توهب لك أعمالك إذا عذرت. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: إذا مرض العبد أو سافر
كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. عشان كده السلف قالوا عايزين نعمل علم ونسميه علم النوايا. يحيى بن أبي كثير كان يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. كان سفيان الثوري يقول كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون أنتم العمل. عشان كده عايزين نتفق على مجموعة أعمال ومجموعة نوايا في هذه الأعمال. شوفوا المفتاح الذهبي والوصية الذهبية ممكن توصلنا لغاية فين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه ويصل فيه رحمه، ويعمل لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. صادق النية فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ده نيته هتعليه فين؟ واحد ربنا رزقه مال ولم يرزقه علما فيخبط في ماله بغير علم ولا يتقي الله ويصرف فلوسه على الشهوات والمنكرات، فلا يصل فيه رحما ولا يعمل لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. واحد ما عندوش لا فلوس ولا عنده علم لكن يتمنى انه يعمل بعمل الراجل اللي بيعمل الاعمال السيئات. لو عندي فلوس كنت عملت وسويت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. أي هي الموضوع موضوع نية. تعالوا نعلمكم مجموعة أعمال إزاي ممكن ناخد بالاحتساب أجور محدش واخد باله منها. انت تعرف ان انت لما بتروح تصلي أي صلاة فريضة ان انت لو نويت ان انت تاخد فيها ثواب الحج يكتب لك ثواب الحج بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى صلاة فريضة، اللي يروح يصلي صلاة الفريضة ينوي بذلك أداء الفريضة فأجره كأجر الحاج. ومن أتى صلاة نافلة، تروح تصلي الضحى في المنزل، تروح في المسجد، تروح تصلي قيام تراويح، يكتب لك أجر عمرة. أنا ممكن أبقى نفسي إن أنا أبقى من أعظم الناس أجرا عند الله عز وجل، وإن أنا نفسي حج بس معيش فلوس. والله بنيتك يمكن تبقى مع الحجاج بنيتك اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر ثواب الحجة. انت يمكن ناس كتير تقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي ما بيحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله بيموت على شعبة من شعب النفاق، بس انا مش قادر اجاهد في سبيل الله، اعمل ايه؟ اقول لك بنيتك اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. يا رب انا نفسي احرر الاقصى، انا نفسي ابقى جندي من جنود الله عز وجل، لكن ما عنديش الطاقة ان انا اعمل الكلام ده. والله بنيتك ممكن تبلغ الاجر. انت ممكن تدخل تنام تقول يا رب من علي بالقيام وما يحصلش الكلام ده، لانه ربنا سبحانه وتعالى يتصدق عليك بصدقة فيبقى نومك قيام في سبيل الله، بس تنوي النية صدقة لله تبارك وتعالى. تعرف ان انت ممكن تنوي والله ان الصلاة دي احنا بنصليها ويعني تضاعف ل27 ضعف. انا نفسي كانت الصلاة دي تبقى في الحرم بس ما عنديش الامكانيات ان انا اقيم في مكة. والله بنيتك ممكن تبقى صلاتك ب100,000 صلاة لو نيتك صدقة ومعذور بحق اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. لما تدخل المسجد وانت داخل تنوي نية الاعتكاف، نية الاعتكاف دي تخليك تباعد بينك وبين النار 3 خنادق. لو انت وانت داخل المسجد تقول نويت في قلبك نية الاعتكاف تبلغك الأجر ده. الأخوات اللي مش عليهم صلاة جماعة ومش عليهم جمعة بنيتهم لو صلوا جنب السرير بتاعهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ان المرأة تصلي في بيتها في حجرة نومها وصلاتها فيها أعظم أجرا من صلاتها في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه ب1000 صلاة. احنا عايزين النوايا دي، عايزين المعاني دي. تدخلي مطبخك تنوي فيه إطعام الطعام وتنوي فيه تفطير الصائمين.
كل وقت يأتي على الإنسان منا ممكن يحوله إلى عبادة بالوصية الذهبية دي، بالنية دي. عايزين نرزق نية في أعمالنا، عايزين نهم بالحسنات، وانت قاعد كده تقول يا رب من عليا بكذا وانا اعمل فيه كذا. تنوي نية صالحة زي الشيخ الصالح ده اللي ناوى وربنا اداله المال علشان خاطر يعمل فيه بنيته. عايزين نبقى أصحاب نوايا، نبقى من أصحاب هذه الوصية الذهبية، فتتحول حياتنا كلها لطاعة الرحمن ونحقق المعنى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عايزين الوصية دي ما ننساهاش أبدا، لأنها هتبقى المفتاح لكل حلقة من الحلقات في عابدون. ما تنسوش آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك، لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا. فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا، واقبلنا وارفع قدرنا، إنا جميعا نشكرك. وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا، واقبلنا وارفع قدرنا، إنا جميعا نشكرك. إنا جميعا نشكرك.